بتبدأ حكايتنا وبيكون فيها فئة عملاقة بيتجاوز طولها 100 متر وبتكون بتهاجم المدينة، وبنعرف إنها هربت من حديقة الحيوانات. وبنروح للمذيعة اللي بتكون عارضة الخبر على تلفزيون بطلنا تشين تشو اللي بيكون فقد للوعي ومليان دم. بنلاقي وحش مرة واحدة ظهر جنب تشين، فالوحش بيبص المراية وبيتصدم وبيقول هو أنا اتحولت دلوقتي إلى وحش الغوانا؟ وبنرجع شوية لورا علشان نعرف إيه اللي حصل. بنشوف تشين بيتمشى وبيقول إن هو بيحب الحيوانات ذات الدم البارد، وإنه وصلت لمحل الحيوانات الأليفة دفعة جديدة من الحيوانات، وهو انجذب فورا الى النوع الجديد اللي هو الاغوانا البحري، وهو نوع من المخلوقات البرمائية. بيكمل بطلنا تشين وبيقول ان الاغوانا البحري عادة ما بيكون هادي، ولكن اول ما جابه وعمل له مشكلة طلع من الصندوق الزجاجي وعض ايده. بيكون تشين مسك التليفون ومعهوش حاجة تدافع عن نفسه، فبيمسك التليفون وبيضرب بيه الوحش، فالوحش بيقع من ايده وكمان التليفون، ولكن قبل ما بيقع بيخبطه في راسه، وهو ده اللي خلاه مغمى عليه. وفي الوقت الحالي بنكتشف ان بطلنا يقدر يتحكم في الوحش، وبيكون فرحان لانه كان عايز يكون بطل، ولكن بيخيب امل تشين لانه عارف ان الوحش ده مستحيل يساعده في حاجه. وبيكمل كلامه تشين وبيقول انه جعان لانه ما اكلش طول اليوم، ومش بيكون عارف الوحش بياكل ايه، فبيقول ان طالما سحليه فعادي تاكل اللحم، وفعلا بيعمل الاكل والوحش بياكله. وهنا كانت الصدمه لتشين لانه بعد تناول الطعام زاد 5 نقط تطور، وبتظهر له لوحه البيانات اللي بتعرفنا كل حاجه عن بطلنا تشين. الاسم تشين تشو، المستوى 0، اللياقه البدنيه 0، الروح 12، الموهبه التحكم بالعقل، وبيكون مبتدئ في الهاله وادراك التشي، والمهارات بتكون فنون قتال الاطراف وقفزه السحب السحابيه وساق الربيع. النسخه اغوانا بحريه والتطور 0 مرات ونقاط التطور 0. ودي كانت كل بيانات تشو. واثناء ما تشين بيكون ماشي بيفتكر باباه. بيكون تشين وهو صغير تعبان، فبيقول لباباه انه عايز يستريح شويه، فباباه بيرد عليه وبيقول له ان الاستسلام في منتصف الطريق يعتبر جبن. فتشين بيتشجع وهو بيمشي بيلاقي طوبه على الارض وهي دي اللي بتوقعه. وقتها باباه بيشجعه تاني وبيقول له انه ينهض عشان مفيش حد هيساعده لما يكبر. وبعد كده باباه بيديله صندوق غامض وبيقول له انه ما ينساش انه ما يهملش في تدريب الفنون القتاليه، وان لما يبقى خبير في القتال هيقدر يقابله. وبيودعه وبيمشي. وبعد ما تشين افتكر الذكريات دي بيلاقي الوحش خلص اكل، وبيلاحظ ان الوحش كبر، وبيبص على لوحه البيانات وبيكتشف ان ازداد 15 نقطه بعد الاكل. وبياخد باله من حاجة كمان لما بيبص للمراية ان جسمه بقى اقوى، وبيعرف تشين ان النقاط اللي بتحصل عليها الاغوانا كمان بتأثر عليه، وبيقول انها لو زادت في التطور هتبقى وحش اسطوري، وهو هيكون سيد حقيقي لفنون القتال. وبعدها بيروح للسوبر ماركت وبيجيب اكل كتير، وبيروح وبيعمل الاكل للوحش الاغانا، وفعلا الوحش بياكل. وبعد كده بيروح تشين لغرفة فنون القتال، وبضربة واحدة قدر يدمر الحتة اللي ضرب فيها. وبتظهر له لوحة البيانات اللي بتقول له ان بعد مجهود كبير زادت خبرته في الملاكمة. وبعد يومين بتشوف تشين تعبان ومرهق من كتر التدريب على الملاكمة، وبيضرب ضربة واحدة برجله فبتتدمر. وبنشوف احصائيات تشين الجديدة اللي بقت القوة البدنية 28، والروح بقت 16، والهالة الخارجية بدل ما كانت 0 بقت 10، والاحساس بالتشي برضه بقى 10. الملاكمة بقى فيها مستوى 48%، وقفزة السحابة 66%، والركلة الارتدادية بقت 39%. نقاط التطور 200 من 195، يعني فضل له 5 نقط ويتطور. وبيقول تشين انه خلاص قرب يوصل لقمة عالم مينغ، وبيروح لابو تشينغ اللي بيكون بيشرح لتشينغ وهو صغير ايه هي العوالم. وبنعرف انها مقسمة الى 3 حاجات اللي هي مينغ والظلام والتحول. قمة عالم مينغ بتخليك مقاتل من الطراز الاول وبتخليك قادر تقاتل 10 خصوم لوحدك، وعالم الظلام بيخليك خبير من الطراز الاول وبيخليك تقدر تقاتل 100 شخص لوحدك، وده هتلاقيه مخفي في العائلات الاسطوريه. اما بقى عالم التحول بيخليك تقاتل 1000 شخص لوحدك، وهتلاقي اللي وصل للمستوى ده ناس قليله بس. فتشين بيساله سؤال طبيعي وهو وصل لمستوى ايه، فبيقول له ابوه انه وصل لمستوى الظلام اللي يقدر بيه يقاتل 100 شخص لوحده. فتشين بيفرح وبيقول له هو انت من العائلات الاسطوريه؟ فبيقول له بابا انه مجرد شخص من لون توان. المهم بيروح لتشين وهو كبير وبيكون عنده وحش الاغانا اللي بيكون كبير جدا، وبيقول ان فاضل له وجبه واحده اللي لو كلها هيعرف يتطور. وفعلا بياكل وحش وبيقعد يتطور لغايه ما بقى خلاص في المستوى ال 200. وبيجي له لوحه البيانات وبتقول له انه استوفى استنساخ الايفانا البحريه متطلبات التطور، ودلوقتي هيبدا التطور. وفعلا بتبدا تظهر حاجات غريبه على الوحش، والوحش بيكون متالم، وكمان بطلنا تشين. وفي اثناء تطور الوحش البيت بيكون بينهار وده من قوته. وبعد ما بيخلص التطور بيكون تشين مستريح على الارض، وبيقول ان ما كانش متوقع ان التطور يكون صعب كده. تشين بيقف ولكن مش بيكون قادر من التعب. وبنشوف وحش الاغانا اللي بيكون اتطور، وبيبدا تشين يجرب قوه وحش الاغانا الجديده، ومن ضربه واحده بديل الوحش قدر يدمر كيس الملاكمه. وبيقول تشين انه دلوقتي اتطور ويقدر يستخدم قوه خارقه. وبنشوف الاحصائيات الجديده بتاعه تشين اللي بيكون اتطور في القوه البدنيه وكمان الروح، والتطور بقى من المستوى الاول.
السمات كمان كانت اتطورت زي الهالة الخارجية والاحساس بالتشي. وبيعرف تشين ان لما بيتم تطور الاستنساخ بيتم مضاعفة بنية الجسم الرئيسية وسماته بشكل مباشر. ويا جدعان مقصود بتطور الاستنساخ وحش الاغانة. وتشين بيكون محتار هو لما بيتم تطور الوحش بيتم مضاعفة احصائياته ولا هو علشان ضعيف بس، وان لو كان علشان هو ضعيف فهتزيد قوته بوتيرة معقولة. اما بقى لو الحاجة التانية ان كل مرة لما الوحش بيتطور بيتم مضاعفة الاحصائيات فوقتها انا هبقى شخص مرعب للجميع. وبيكمل كلامه تشين وبيقول ان بالحكم على معايير الفنون القتالية التقليدية فهو دلوقتي وصل الى مستوى الظلام، وانه دلوقتي يقدر يسمح بالطاقة الخارجية، وكمان بقى خبير فنون قتالي. وبيقرر تشين علشان يبقى اقوى لازم يعتمد على الاغانه البحريه. فالاغانه بتتفاعل معاه، وقتها بينصدم تشين وبيقول ان هي كمان تقدر تحرر طاقته الخارجيه. وبيقطع اللي بيحصل ده صوت حد بيخبط الباب، وبيروح عند اللي بيخبط الباب اللي بيكون متعصب، واول ما بيفتح له تشين بينصدم من هالته وبيخاف جدا، وبيقول ان هو بيعطيه شعور انه ممكن يحطمه في ثانيه، وبيتحول العصبيه دي الى خوف. وبيقول له هو خايف منه ان هو كان سامع صوت عالي فينفع بس يهدى. فبيعتذر له تشين وبيقول له ان هو كان بيتدرب علشان كده كان في صوت عالي. وقتها بينصدم الراجل وبيقول هو ايه نوع التدريب اللي يعمل الصوت ده، وبيلقي نظره على البيت وبينصدم لان البيت كان متبهدل. وبعد ما بيشوف البيت بيكون مصدوم وبيقول لتشين ان عادي يتدرب ولكن بس ينفع يوطي الصوت، وبيركب الاسانسير وبيمشي بسرعه. وبعد كده تشين بيقفل الباب وبيقول ان الاغانه البحريه المستنسخه كبرت جدا لدرجه انها دلوقتي ما ينفعش تقعد في البيت، وانه دلوقتي جه دورها علشان يحطها في الميه. فبيركب عربيته وبيروح قدام الشاطئ وبيسيبها في الميه وبيبدا يستشعر الطاقه، وبيقول ان دلوقتي يقدر يغطي دائره بنصف قطر 10 امتار، وبيبدا يتحرك بوحش الاغانه. وبيبص على السمكه وبيقول ان هي عندها 5 عيون وان هي دي هتكون هدفه الاول. وفعلا بيبدا يتحرك للسمكه وبياكلها، وبيجيله سنه من النظام ان بعد تناول السمكه المتحوله اكتسبت نسخته المستنسخه 10 نقاط. وبيقول تشين ان بعد التطور تناول الطعام العادي بيخليه يقدر ياخد نقطه واحده بس مع كل اكله هياكلها، ولكن السمكه المتحوله بتديله 10 نقاط لما ياكلها، ومره واحده بينقض على سمكه وبياكلها. وبتظهر له سنه من النظام انه وصل نسخته لحد الاقصى اليومي لاستخدامه اللي هي 100 نقطه، وانه ما يقدرش يحصل على المزيد من النقاط. تشين وهو متحكم بالوحش بيقول ان وحش الاغانه عادي يقعد في الميه لفترات طويله، ولكن هو علشان ما عندوش خراشيم لازم يطلع شويه من الميه يتنفس ويرجع تاني. فبيقرر انه يطلع وحش الاغانه بره الميه وبيرجع لجسده الطبيعي. فبيقرر يمشي بالمكان ده ويسيب الوحش في مكانه. وهو ماشي بالعربيه بيلاقي حد بيطلب النجده، فبيستخدم مهارته تفعيل استشعار الطاقه، وبيعرف ان في 3 اشخاص بيتاجروا بالبشر. ومش بتقف مهارته على هنا، لا ده كمان بيحدد ان في 2 بيستخدموا سكينه، وفي جزء من الثانيه بيقتحم مقرهم وبيهجم عليهم. واحد من العصابه بيستخدم قبضه يوانغ، فتشينغ بيستخدم مهاره قتال الثمانية اطراف. وقتها الشخص اللي بيواجه تشين استخدم مهاره تولو، ولكن تشين بيعرف يتفادى الضربه وبيكعبله، وهو بيكعبله بيستخدم الضربه الثانيه المهاره. وفي اللحظه دي تشينغ بيعرف انه محترف وبيستخدم 8 اطراف الملاكمه ضربه جبل الحديد، واللي بتخلي خصم تشينغ يقع على الارض وبيكون متصاب اصابه شديده. وبيقول الشخص اللي بيواجه تشين انه ما كانش متوقع انه هيقابل شخص قوي. تشينغ بيكون زعلان عليه وبيقول له ان للاسف شخص زي كده متعلم قبضه يو اتحرف عن الطريق الصحيح. بيغفله خصمه وبيهجم عليه وبيقول له انه لو عايز يتطور لازم يعمل زيه. وخلاص كانت صوابعه الاثنين هتتحط في عينه. تشين بيلحق نفسه وبيوجه له ضربه بيخليه يبعد عنه. الضربه دي كانت كفيله بقتله. وبيقول تشين ان المعركه بين المحترفين طلعت خطره، وان الضغط اللي كان حاسس بيه من الشخص ده يفوق 10 اشخاص معضلين. بعد كده تشين بيروح للفتاه اللي كانت بتطلب للنجده وبيقول لها انها تتصل بالشرطه دلوقتي عشان ينقذوها، ولكن اهم حاجه انها لما تتصل بالشرطه ويسالوها مين اللي كان موجود ما تقول لهمش وتقول له ان هو ما كانش باين. وبعد 10 دقايق كانت الشرطه جت واقتحمت المكان، وعند مكتب نائب الرئيس بتتكلم شرطيه وبتقول انهم تمكنوا من ملاحظه اقدام شخص جه، وان الشخص ده دخل وكسر الباب وانقذ البنت وقوته تقدر ب1000 كيلو غرام. ومن بين الخاطفين 2 اتوفوا وواحد دخل في غيبوبه، وان وفقا اللي قالته البنت الشخص ده كان مرتدي قناع. وقتها بينصدم نائب الرئيس وبيقول ان ازاي ده يحصل، وان اقوى قوه ممكن يستخدمها ملك المكالمه كانت 800 كيلو غرام بس، وان ازاي شخص يوصل للقوه دي. وبعد كده بنروح لتشين اللي بيكون راكب عربيته وشايف عصابه عند الميه، وبيقول زعيم العصابه ان مع قدره التنفس تحت الميه يقدر يلاقي السفينه الغارقه، والسفينه دي هتكون فيها جميع الكنوز اللي على الشاطئ، وبعد كده هيكونوا اغنياء. وقتها بيظهر بطلنا تشين وبيقول انه لاقي ناس وحشه كتير ولكن انتم اكتر ناس متميزه. فبيرد عليه زعيم العصابه بيقول له ان هو شجاع ولكن دلوقتي مش هيعرف يعمل حاجه، وبيهجم عليه وهو بيقول الكلام ده. تشين مش بيفكر كتير، هو كمان بيهجم عليه وبضربه واحده بيوقعه. حلفاء زعيم العصابه بيكونوا مصدومين وبيقول ان هو ذا قوه بعد اكتسابه المهاره الجديده، ولكن برضه ما يقدرش يقتله، وان هو يقدر يقاتل 5 بسهوله، فازاي مش قادر عليه، وان دي كده مش حاجه حلوه.
بيحاولوا يهربوا الاثنين، ولكن تشن مش بيديلهم فرصه وبيموتهم. تشن بيقول ان دلوقتي هيجرب مهاره التحكم بالعقل، وفعلا بيستخدم مهاره التحكم بالعقل. فبيساله هو انت ايه اسمك؟ فبيقول له ان اسمه تشانغ، وانه عنده سفينه بيستخدمها للتهريب، وانه من شهور حصل على قوه خارقه وهي التنفس تحت الميه. فبيقول تشن ان التحكم بالعقل طلعت معاه كويسه، وانه دلوقتي اصبح دميه تحت ايده. بيكمل كلامه زي من العصابه وبيقول ان بيبحث في اعماق البحر علشان يعرف السفن الغريقه ويسرقها ويجيب الكنوز بتاعتها. وعند تشن بيلغي مهاره التحكم في العقل. فبيساله زعيم العصابه هو انا ايدي ازاي اتكسرت؟ فبيقول له هو انت اللي كسرتها. فبيقول له انت صح. وقتها بيعرف تشن ان مهاره التحكم بالعقل كمان بتاثر على قراراته. وبيكمل كلامه تشن وبيقول لزعيم العصابه انه يرتاح شويه. فبيقول له تمام. وبيقول تشن لو عايز يكبر الاغانه لازم ياكلها كتير. وبيقول ان زعيم العصابه بيتعامل مع الناس الاغنياء، وهو هيستخدم الطريقه دي علشان يجيب اكل السلحفه بالعقل تاني علشان يتحكم بالشخصين اللي كانوا معاه. وعند سفينه العصابه بيكون بطلنا تشن ماشي بكل الشياكه واناقه، وبيقول زعيم العصابه انهم يحضروا الاوراق علشان ينقلوا الملكيه لتشن. وبيتم فعلا اتفاقيه نقل السفينه لتشن. وفي اليوم التالي بنشوف وحش الاغانه عمال يتطور، وكمان بنشوف تشن اللي بيكون بيتدرب على الملاكمه. وفي الكهف الجبلي بيكون وحش الاغانه بيمتص الطاقه اللي بيتدربها تشن. وعند شركه بطلنا الجديده بيقول ان عمليه النقل تمت، وانه ما خرجش طول اليوم ولكن حصل على 90 نقطه، وجسم السحليه نما ب 20 سم. وبيقول كمان ان بكره لازم يعمل رحله مع وحش الاغانه بتاعه، لانه اكتشف انه مش الشخص الوحيد اللي في العالم عنده قوه خارقه، عشان كده عايز يكون اقوى. وعند العصابه اللي بقت تبع بطلنا بيقولوا ان عدد الاسماك قل في الفتره الاخيره. وعند وحش الاغانه بيكون بيقاتل اسماك قرش. القرش مش بيسيبه بيعضه، ولكن وحش الاغانه بيعرف يتفادى ضربته وبيعض هو كمان. وطبعا مش بيكون وحش الاغانه هو اللي بيقاتل، لا ده بيكون تشن ومتحكم بالوحش. وبعد ما اكل القرش بيجيله 10 نقاط، وبيجيله سلم النظام انه استوفى متطلبات الاستنساخ، وانه عايز يتطور ولا لا. فبيدوس تاكيد. في اللحظه دي بنشوف وحش الاغانه بيعاني، وفي نفس اللحظه بنشوف تشن كمان بيعاني بس في النادي الرياضي. وبالفعل تم التطوير، والقوه البدنيه بقت 130، والروح 38، الهاله الخارجيه بقت 210 من 1000، وادراك الطاقه بقى 280 من 1000، والملاكمه بقت متوسط الخبره و350 من 1000، وقوه السحابه بقت متوسط الخبره 290 من 1000، والتطور بقى المستوى الثاني ونقاط التطور 0 من 5000. وبيقول تشن انه حقق انجاز كبير، وان قوته البدنيه دلوقتي بقت اقوى ب 13 مره من الشخص العادي. وبيكمل كلامه وبيقول انه وصل دلوقتي الى مستوى يعادل النجاح الكبير في عالم الظلام. بيلاحظ تشن ان قوته ما تضاعفتش المره دي، مش زي المره اللي فاتت. فبيخمن ان هو عشان المره اللي فاتت كان ضعيف، فده طبيعي انه يحصل. وبيركز مع المهاره الجديده اللي جات له، وهي التوافق مع الماء، ومش بيكون عارف المهاره دي ايه لازمتها. وبيعرف قوه الوحش الجديده، وانه اصبح جسمه بقى اكبر، وكمان كثافه العظام بقت اكبر، ووصل وزنه الى 4 و5 اطنان. وكمان اتضاعف قوه الوحش، واصبح المخالب بتاعته شديده الصلابه. وكمان الميزه الجديده انه يقدر يسبح 70 كيلومتر في الساعه، ودي اسرع من سفينه كبيره. ويقدر يعمل صوت قليل ومقاومه اقل. وبيكون بيتحكم بالوحش. وبيقول تشين انه يقدر دلوقتي يتنفس في اعماق الميه، وانه اتحسن قدرته لدرجه انه يقدر يحس بالمسافه على بعد 20 كيلومتر. بيتحرك بالوحش وبيستخدم مهاره الاستشعار، وبيبدا يتحرك بالوحش وبيلاقي سبائك ذهب، فبيرجع لجسمه الاصلي. وبيوجه اتباعه انهم يتحركوا من المكان ده 3 كيلومترات، وفي الوقت ده يسقطوا صندوق علشان يلاقوا الذهب. وفعلا بيعمل كده ويتحول لوحش الاغانه. وبيقول لهم انهم يرفعوا الصندوق، ولكن بيلاقي حته من المعدن لازقه في الصندوق. فبيحاول تمزيق المعدن، وفعلا بيعمل كده، وبيكتشف ان مخالبه بقى قويه جدا. فبيقول ان المعدن ده اكيد له قيمه، علشان كده هو هياخده. واثناء ما هو بيمشي في وحش بيهجم عليه. الوحش ده بيحاول انه يبتلع تشن. فبيقول تشن ان على الرغم من انه اطول وكمان اكبر منه، ولكن في المقارنه مع الدفاع والهجوم انت ما تتقارنش معايا. وبعد شويه وقت بنلاقي بطلنا ماشي والوحش ما فيهوش غير عظم. وبيرجع تشن لجسده الاصلي، وبيقول ان القوه بتاثر في الاتجاهين، ولكن مع كده كثافه العظام بتاعتي بقت قويه، وان دلوقتي قوته بتوصل ل 3000 غن، اي ما يعادل 1.5 طن، وبضربه واحده بيكسر الصخور. وبيقول ان من النهارده هيستخدم الشاطئ ده علشان يتدرب، وكمان علشان محدش يكشفه. وبيقول كمان ان قوته دلوقتي مش بتعتمد على الهجوم والدفاع بس، لا ده كمان الشفاء، اللي في ثواني اتشفيت. انا لسه كنت بضرب في الصخر ومع اصابات طفيفه، ولكن اتشفيت في ثواني. وفي اثناء ما هو بيتكلم وحش الاغانه بيكون لسه طالع من الميه. الوحش بينزل حجر معدني من بقه، فتشن بيمسك الحجر وبيقول ان وزنه 200 رتل، وان الحجر تقيل وكمان صلب. ومع كل القوه اللي وصل لها الوحش، ولكنه خدش وخدوش بسيطه. تيجي فكره لتشن انه يصنع من الحجر المعدني سلاح، ولكن بيغير قراره لانه طلع صعب انه يصنع سلاح مع مهاراته الحاليه. وبعد كده بيروح تشن للسفينه وبيسالهم هي فين البضاعه، فبيقول ان البضاعه جوه. وبيمسك تشن الذهب، وبيقول ان الذهب ده كويس جدا
عشان يبيعه. وفي وسط المدينه بيكون تشين بيبيع الذهب، فبتسال الموظفه هو ايه نوع الذهب اللي انت عايز تبيعه، فبيوري لها الشنطه وبتتفاجئ وبتقول له ان هي لازم توريه للمدير. تشين فعلا بيروح للمدير وبيسلم عليه وبيقول له انه عايز يبيع الذهب ده، وبعد فحص الجوده اتبين انها مش اعلى حاجه ولكن برضه مش وحشه، وطلع ان الذهب اللي مع تشين 11250 جرام، وان كل جرام هيبيع تشين ب 400 يوان. وبعد ما تمت العمليه استلم تشين 4 مليون ونص، وهو ماشي بالعربيه بيقول انه عايز يغيرها لانها ما بقتش قد المقام. وفي معرض العربيات الفاخره بيكون تشين عايز يشتري عربيه، ولكن بيلاحظ ان في بنت وولد ماشيين، وبنعرف ان دي كانت خطيبه تشين السابقه، وبيقول ان عمل كل حاجه علشانها لدرجه انه كان بيديلها كل فلوسه وهي برضه ما قدرتهوش، كانت بتطمح للفلوس فقط، ما كانتش بتحبني. وعند خطيبه تشين وخطيبها الجديد بتقول له ان الواد ده بيستهزأ بيا، وكمان بتقول لخطيبها ان ده كان خطيبها الفاشل اللي كان بيطاردها كل يوم. فخطيبها بيضحك عليه وبيقول له هو انت بتعمل ايه في معرض السيارات الفاخره؟ وقتها موظف الاستقبال بيتعصب عليه وبيقول له هو انت بتسمي ده مفلس؟ خطيبها مش بيسيبه في حاله وشغال تريقه فيه، وخطيبته عشان تستهزأ بتشين بتقول له انها عايزه تشتري السياره دي. بيفكر بينه وبين نفسه وبيقول ان هو بيحصل على عشرات الالاف بس، فازاي هيجيب لها سياره فاخره زي دي؟ وبيروح لتشين اللي بيبص على العربيه وبتعجبه وبيقول ان هي دي هتنفعه لحمل الاشياء الثقيله، فبيقول له موظف الاستقبال انه هياخدوا السياره دي وانه هيدفع عن طريق البطاقه. فبيرد عليه موظف الاستقبال وبيقول له انها هتكلف 2 مليون ونص، وبيقول له كمان انه يدفع عن طريق البطاقه المبلغ كله ولا بالتقسيط. فبيقول لها انه ايوه المبلغ كامل. خطيبته السابقه مش بتسيبه في حاله وبتقول له انت مستحيل تدفع المبلغ ده لانك مجرد فقير، وانه كمان ما يقعدش يتظاهر انه هيشتري السياره دي علشان ما يكونش الموقف محرج. واحد من اتباع تشين بيرد عليه وبيقول له انت مالكش دعوه، طب لو اشتراها هتعمل ايه؟ فبيرد عليه وبيقول له ان لو فعلا قدر يتحمل تكاليفها فهو هيناديه بابويا، ولو العكس فتشين هيناديني بابويا. وقتها بتيجي موظفه الاستقبال وبتقول له ان خلاص تم الدفع وخلاص ياخد مفتاح عربيته وكمان البطاقه. التابع بتاع تشين بيشخصنها معاهم وبيقول ان دلوقتي المفروض يسمي تشين بابويا، فتشين بيقول له فكك من الناس دي وما تضيعش وقتك معاهم. وبعد كده تشين بيركب العربيه وبتكون خطيبته عايزه ترجع له تاني ولكن هو ما بيعبرهاش. وبعد كده بيروح لتشين اللي بيكون فاتح لوحه البيانات، ونقط التطور بدل ما كانوا 0 دلوقتي بقى 2160 من 5000، وبيقول ان اول ما هتبدا الدراسه مش هيكون معاه وقت وكمان محتاج فلوس علشان ياكل وحش الاغانه، فهو محتاج يطور نفسه ويجمع فلوس اكتر. تشين بيقرر يتحول لوحش الاغانه وبيقول ان سمكه ابو سيف اسرع سباح بين الاسماك في العالم، اللي بتصل سرعته ل 60 ميل في الساعه اي حوالي 60 كيلومتر في الساعه، ولكن دلوقتي انا بقيت اسرع منه. وبيبدا تشن في اكل الاسماك وبتجيله سلام النظام من اتطور 10 نقط، وبيقول تشن ان العالم بدا يتغير وانه بيتساءل لو في منظمه سريه بتدير العالم، وممكن تكون المنظمه دي بتديرها الحكومه، ولكن على اي حال المفروض دلوقتي يخبي مهاراته علشان ما يتكشفش. وبعد كده بينتقل لجسده الاصلي وبيقرر انه يروح شركته الجديده. شن بيكون في الطابق العلوي ولكن عمال تجيله سالات انه بيزيد في نقاط التطور، وكل ده بسبب وحش الاغانه اللي عمال ياكل في الوحوش لوحده. تشن بيستخدم قدرته وبينتقل لوحش الاغانه وبيلاقي سمكه غريبه وبيقول انها طويله، بيستخدم مخالبه لتقطيع الوحش واكله، وهو بياكلها بيزداد 90 نقطه تطور وبيقول ان السمكه دي فيها حاجه. وبعد كده تشن بيروح لمكان التدريب بتاعه اللي اتفقنا انه هيكون على الشاطئ. بنشوف تشن بيكسر في الصخور وبيقول انه ما توقفش عن التدريب من الوقت ده، وكمان قوته بقت طنين، ومع مجال القوه الخارجيه بتزداد قوتي ل5 اطنان. ولا جدعان مش فاهم، هو قوته الاصليه طنين ولكن لما بيستخدم مجاله الخارجي بيبقى 5 اطنان. تشن وهو بيتدرب بيسمع صوت وبيلاقي ان في ناس على القارب. تشن بيقرر يروح لهم وفعلا بيعمل كده وبيستخبى ورا الصخور، وهو بيسمعهم بيعرف ان الصفقه دي من الدرجه دي وبيقول انهم مسلحين. وفي حين ما كانت العمليه شغاله في جزء من الثانيه بيتدخل تشن وبيضرب واحد فيهم بيمسك السلاح، ولكن تشن ما بيدولوش فرصه وبيضربه. وبعد دقايق معدوده بنلاقي تشن قضى عليهم كلهم، وبدون ما يفكر كتير تشن قرر انه يروح للقارب ويتعقبهم. واللي مش فاهم كانوا مجموعتين، مجموعه على البر ومجموعه في الميه. تشن خلص على اللي في البر ودلوقتي رايح على اللي في الميه. تشن بيوصل لهم وبيضربهم بمخالبه وبيقسم المركب نصين. العصابه كلها بتكون في الميه وبيكونوا خايفين لان الوحش جاي عليهم، وتشن بيبدا يخلص عليهم واحد وواحد منهم بيضرب النار على تشن، ولكن تشن بيصرخ فيه وبيموته. وبعد ما خلص عليهم كلهم بياخدوا الشنطه معاه للبر علشان يعرف ايه اللي فيها، وبيفتح تشن الشنطه اللي بيطلع انها مليانه فلوس وان رزمه واحده منها ب10 ملايين، ما بالك بقى ب 300 رزمه. تشن بعدها بيقرر يروح للشركه، وفي غرفه الاجتماعات بيقول لهم ان الاسهم بترتفع كل يوم وان هيحصل للجميع على مكافاه في اخر السنه.
السنه. وبعد ما بيخلص الاجتماع حد بيرن عليه وبيقول له ان النهارده اخر يوم في المدرسه، وهو الوحيد اللي ما راحش المدرسه. وفعلا بيروح المدرسه وبيكون كله مبهور منه لانه بقى غني، وكمان بتكون وسائل الاعلام عماله تصور فيه. وبعد شويه وقت بيروح لمصنع الفولاذ لان تشين كان عايز يشتري 100 طن من الفولاذ، وفعلا بتتم العمليه اللي كانت ب 700,000. وفي تاني يوم بيتم فتح الصاله التدريبيه اللي عملها تشين، وبيقول ان لما يجهز كل حاجه هيكون ده مكان تدريبه الجديد. وبعد كده بيروح للشرطه اللي بيكونوا عثروا على الاشخاص اللي قتلهم تشين، وبتقول نائبه الرئيس ان في شخص قدر يقتل ال3 اشخاص دول في دقيقه واحده بس. فبيقول لها الرئيس ان اللي عمل كده عنده قوه جنونيه. وفي اثناء ما هو بيتكلم في حد بيكلمه في التليفون وبيقول له انهم عثروا على جثه تانية في البحر. وبيروح لتشين اللي بيكون واقف وفي حد بيجيله وبيسال هو فين تشانغ، واللي مش فاكر تشانغ ده زعيم العصابه السابق. المهم تشين بيرد عليه وبيقول له ان تشانغ بقى بيشتغل معاه وهو تحت امره دلوقتي. فبيدخل في الموضوع على طول وبيعرفه عن اسمه هو وانغ، وبيبدا يفهمه هو عايز ايه، وبيقول له ان في سفينه غارقه عمرها قرون وتقدر بعشرات الملايين. وبيساله كمان هو يقدر ينفذ العمليه ولا لا. فبيرد عليه تشين وبيقول له ازاي هنقسم البضاعه. فبيرد عليه وانغ وبيقول له ان هو هيوفر له الخريطه وهياخد 70% وهو هيحصل على 30% بس. وقتها بيرفض تشين وبيقول له انه يبحث عن حد تاني غيره. فوانغ بيقول له طب انت عايز تتقسم ازاي؟ فبيجاوب تشين وبيقول له ان هو عايز نسبه 50%. وبيفكر وانغ بينه وبين نفسه وبيقول ان مع الايام الحاليه والقوانين بتخلي انقاذ السفينه او اي حاجه بقت صعبه. لا ده مش صعبه بس ده بقت شبه مستحيله. وعلشان يتاكد من قراره الصحيح بيسال تشين هو يقدر يرجعها ولا لا. فتشين بيقول له ان ايوه يقدر. وبيكمل تشين وبيقول له ان اللي زي تشين عنده منه كتير، وانه ممكن كمان يبص على العمليه وهو بيشتغل. ويا جدعان اللي مش فاهم العمليه ان تشين هينزل تحت الميه وياخد الصندوق الغارق من السفينه الغارقه، ولما ياخدوا الصندوق هيبيعوه في المزاد بالملايين. المهم يا جدعان بتتم الصفقه بنجاح، وبيروح لمركز الشرطه بيكون المدير مصدوم وبيقول ان مستحيل وحش يكون عنده مخالب زي كده. وبيبص في سجل البيانات وبيعرف ان في وحش بحري هو اللي عمل كل ده. وعند تشين بيبص رصيد حسابه وبيقول انه قليل. وبعد كده بيروح عند الشاطئ علشان يتدرب، وعند مكان التدريب بتاعه بيقول ان هو عايز يتدرب علشان يتحكم في قوته. وبيقول ان هو دلوقتي يقدر يغطي حوالي 30 متر وكمان يقدر يحس بالرياح والعشب اللي جنبيه. وبعد كده بيتحول لوحش الاغانه وبياكل في السمك وبيزيد 210 نقطه، وكمان البنيه الجسديه بتزيد بمقدار 21 نقطه. وبيبص فوق على سطح الميه وبيلاقي ان سفينه وانغ حركتها بقت بطيئه، وده معناه ان العمليه قربت. تشين بيرجع لجسده الاصلي وبيكلم وانغ وبيقول له ان العمليه هتكون بالليل، وبيقول ان بعد تعب في التدريب اكتسب 15 نقطه في التحكم في الهاله. وفي الليل بيجي وقت العمليه وانغ بيقول لتشين هو فين طاقمك اللي هيقوم بالمهمه. فبيقول له تشين انهم فعلا في الميه ودلوقتي يقول له الموقع بالظبط. فبيرد عليه وانغ بيقول له التفاصيل بالظبط ان بعد 200 متر في اليسار هتلاقي تحت عمق 700 ل 800 متر. وبيروح لتشين اللي بيكون في الميه وبيقول ان مع تحسن بنيته الجسديه لسه حاسس بضغط في الميه، وبيبدا يتجول في اعماق الميه وبيقول له وانغ ان مفيش حاجه في المكان اللي قال له عليه. وقتها بينصدم وانغ وبيقول هو ازاي فحص 700 ل 800 متر في 20 دقيقه بس. وبيقطع تفكير وانغ المساعد بتاعه وبيقول ان بعد مئات السنين ممكن الموقع يتغير علشان كده يتحرك للشمال الى مسافه كيلومترات. وفعلا وانغ بيقول لتشين يعمل كده، وتشين بيبدا يستخدم مهاره الاستشعار. ولما بيبدا يستخدم مهاره الاستشعار فعلا بيلاقي الصندوق الغارق. ولما بيطلعوا الحاجه اللي كانت في الصندوق المساعد بتاع وانغ بيقول له ان في 8 قطع مكسوره و3 سليمه، والقيمه المقدره لكل حاجه حوالي 30 مليون، وممكن يحصلوا على 20 مليون كمان لو باعوها في مزاد خاص. وبيفرح وانغ وبيكلم تشين وبيقول له ان كل حاجه متروكه ليه وهو بس بيجمع المال. وبيبدا وانغ انه يقسم الفلوس وبيدي لتشين 11 مليون ونص. وتشين بعد ما خد الفلوس بيقول ان دلوقتي مفيش مشكله في الفلوس، ولكن دلوقتي عايز يزود قوته علشان هو ضعيف. ومش كده وبس، لا ده كمان عايز يزودها علشان لو اي حد ضرب عليه نار او طلقات ناريه او قناصه ما ياثروش عليه. وتاني يوم تشين بيبقى قاعد مستريح في شركته، فبيجي له شخص غريب وبيقول له هو انت تشين مالك شركات تايلاند للصناعات البحريه؟ فتشين بيرد عليه بيقول له هو انت مين؟ فبيرد عليه بيقول له ان هو اسمه تنهوري وكمان نائب المدير العام لمجموعه تنهونغ وصديق وانغ. وبيقول له كمان انه هيذهب للصيد في البحر وانه مهتم بالتعاون ولا لا. فبيقول له تشين انه مهتم لو كان مربح. وبيخلص الاتفاق ما بينهم ان هو هيتقابلوا بكره في الشركه. وبيفكر تشين بينه وبين نفسه وبيقول ان حتى ابن اغنى راجل مهتم بحطام السفن. وبننتهي المشهد بعد كده وبيكون تشين في الميه وبيقول ان حصل على سمكه تقدر ب 10 مليون، ومش سمكه واحده لا دول 2. وفي المستودع بنشوف تشين حاطط السمكه في صندوق مليان تلج، وبيقول ان الخطوه الثانيه انه يلاقي لها مشتري. وبعد كده تشين بيروح يقابل تنروي وبيتفق مع تشين ان هو يديله عنوان سفينه غارقه وهو يجيب الحاجه وهيقسموها بالنص. وفي وسط ما هما بيتكلموا بيتفقوا عن كل
كل حاجه. تشن بيساله هو عارف حد بيبيع مأكولات بحريه علشان يبيع له السمك اللي عنده، فبيقول له انه يعرف وبيكلم له حد عشان يبيع السمكتين اللي عنده. وعند المستودع بتاع تشن بيجوا شخصين عشان يقيموا السمك اللي عند تشن، وبيقول له واحد منهم ان السمكه دي جودتها تقدر من الدرجه الاولى وسعرها حوالي 7 مليون، وفعلا بيتم الاتفاق. وبعد كده تشن بينزل ميه وبيلاقي ان في غواصتين، فبيقول ان هو لو كان قوي زمانه كان دمرهم هما الاثنين. وبيبدا ينزل في اعماق الميه، وبيقول ان كل ما نزل كل ما حس بخطر اكبر، وكل ما كان الموضوع اصعب، وبيفكر انه يمشي لانه حاسس ان في خطر. وهو بيحاول يمشي بيلاقي في وحش الكابوريا بيهجم عليه، فبيهجم تشن عليه وبيقول له ان هو ما يحاولش يعبس معاه، ولكن الكابوريا بتصد ضربته بكل سهوله. فبيقول تشين انها اقوى من السمكه المتحوله. وحش الكابوريا مش بيسيبه في حاله وبيهجم عليه باقوى قوه عنده، وبيتفاجئ تشين لان القوه اللي اطلقها وحش الكابوريا تتجاوز ال10 اطنان. ومع ذلك تشين ما بيستسلمش وبيهجم عليه باقوى ضربه عنده وبينهيه، وبيقول ان هياخد وقت عشان يستوعب وحش الكابوريا. وبيرجع تشين لجسده الاصلي وبيقول ان العالم بدا يتغير زي سمكه الشريط العملاق وسمكه الزناد العملاقه ودلوقتي العنكبوت. ويا جدعان قصده بالعنكبوت اللي هي الكابوريا. المهم تشين بيبص على الحوادث اللي عماله تحصل على الغواصات واللي بيكون عملها المخلوقات البحريه، والمخلوقات اللي عملت كده بتكون غير مستكشفه وغامضه. فبيقول تشين ان كل ما تعمق اكتر كل ما قوه المخلوقات المجهوله دي هتكون اكتر. المهم بيبدا يرجع لجسد الاغانا وبيبدا ياكل في وحش الكابوريا وبيزيد 290 نقطه. ومش هو ده بس اللي بيزيد، لا كمان احصائيات الجسم البدنيه بدات تزيد بمقدار 29 نقطه. وبيقول تشين ان حجم الجسد بتاعه كبر بما يعادل 18 متر. وبيرجع لجسده الاصلي وبيبدا يتدرب وبيقول ان هو زاد 100 نقطه، وكمان الهيكل العظمي بتاعه بقى اقوى في كل حاجه. ودلوقتي المسدس ما يقدرش يسيبه غير بجروح طفيفه زي انه يخدشه بس، ومع درعه الطبيعي وسرعه ردة فعله الطلقات العاديه مش هتقدر تسيبه حتى. وبس كده يكون خلص الجزء الاول من حكايه تشين. انا قلت نبدا في الحكايه على طول بدون مقدمات علشان تكون حاجه اخر حماس. ودلوقتي هكلمكم عن غيابي، وهو لعدة أسباب، منها إني كنت بجرب قنوات كتير وكمان كنت بطور من نفسي في الهندسة الصوتية والمونتاج. أتمنى تكونوا مشتاقين لي زي ما أنا مشتاق لكم. إن شاء الله ناوي أرجع وهنزل فيديوهات أسطورية بانتظام. وسؤال الحلقة الجاي اللي هيجاوبه صح هيظهر تعليقه في الفيديو الجاي. السؤال هو السمكة اللي باعها تشين كانت بكام؟ وما تنسوش تصلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ويلا سلام.